إلى تونس. مصادر حقوقية في مدينة القصرين التونسية للجزيرة أن وثائق قالوا إنها خاصة بمصالح الأمن السياسي بمديرية أمن المدينة قد أحرقها أفراد من الأمن. وقال محامون إنهم عاينوا عددا من الوثائق أثناء حرقها، وإن عددا منها يتعلق بمراقبة أفراد منتمين إلى تيارات سياسية. ومن جانبها نفت وزارة الداخلية التونسية أن يكون هناك حرق لوثائق من هذا النوع. وقالت الوزارة إن ما جرى هو عملية إعادة صيانة المقر الذي أحرق خلال الاحتجاجات الأخيرة. ومعنا من تونس مراسلنا لطفي حجي. لطفي، ما هو يعني الوضع بالنسبة لهذه الوثائق؟ هل أحرقت أم لم تحرق؟ هناك جدل جميل الآن بين الحقوقيين من ناحية ووزارة الداخلية من ناحية أخرى. ففي حين يؤكد الحقوقيون عدد من المحامين أنهم شاهدوا وثائق محروقة وعليها بعض الإفادات تتعلق بسياسيين. اتصلت بنا في اتصال مع الجزيرة وزارة الداخلية، قالت أن الأمر يتعلق بإعادة صيانة المحل الذي حرق في الأحداث الأخيرة، وأن المقاول هو بصدد إخراج المعدات المحل وما يوجد به. في يعني هناك الآن جدل، لكن المشكلة جميل أعمق من حرق هذه الوثائق أم لا. المشكلة الآن هناك جدل أوسع في الساحة التونسية حول البوليس السياسي ودور البوليس السياسي، وكيف سيطبق قرار حل البوليس السياسي الذي أعلنت عنه الحكومة يوم أمس. بالأمس صرح وزير الداخلية في لقاء خاص مع قناة الجزيرة، قال أن عدد البوليس السياسي في تونس لا يتجاوز 200 شخص، وهذا الرقم في الحقيقة أثار جدل كبير في أوساط الساحة التونسية الحقوقية، الذي يقولون أن عدد البوليس السياسي يعد بالآلاف في تونس إذا قارنا في الجهات وفي مختلف المحافظات والمدن والقرى التونسية. بين يدي وثيقة جميل أصدرتها مجلة الجرأة لوداس، ومجلة فرنسية أصدرتها نقلا عن لجنة احترام الحريات وحقوق بتونس التي تتخذ من باريس مقرها. ذكرت فيها أسماء بالأسماء وبالمراكز التي يعملون بها 133 بالجلاد، الجلاد في وزارات الداخلية وفي محلات في السجون، وخاصة في الفترات التسعينات الذين ارتكبوا تعذيب حسب ما تقول هذه اللجنة. ارتكبوا التعذيب خاصة في فترة التسعينات التي كانت بالنسبة لعهد بن علي توصف بأنه الفترة الأحلك من حيث نفوذ البوليس السياسي ومن حيث استعمال التعذيب ومن حيث الوفيات الأشخاص الذين سقطوا تحت التعذيب. نعم. طيب لطفي، هل هناك من تداعيات متوقعة لإلغاء جهازي أمن الدولة والبوليس السياسي؟ التداعيات هي تتعلق أساسا بمصير هؤلاء الأشخاص الذين سبقوا وأن تورطوا في جرائم مماثلة يعاقب عليها القانون التونسي وينفيها ويجرمها الدستور التونسي ذاته باعتبارها أعلى سلطة من الناحية القانونية. الآن العائلات المتضررة والأشخاص المتضررين وكذلك المنظمات الحقوقية تطالب بملاحقة هؤلاء الأشخاص حتى لا يبقى حل جهاز البوليس السياسي مجرد قرار إداري. لطفي حجي في العاصمة التونسية، شكرا جزيلا لك.